ليه في ركود دلوقتي؟ ركود؟ هو مفيش ركود، هو الوضع رجع لطبيعته. خليني اقول لك على حاجه، انا في المجال ده تقريبا من 2007. شفت التقلبات السوق العقاري، من ثورات، من احداث اقتصاديه، احداث سياسيه، حاجات كتيره جدا عدت على السوق ده، ومفيش حاجه اسمها ركود. العقار بالذات في مصر وفي سيكولوجيه المواطن المصري ما ينفعش يحصل في السوق ده ركود. ليه؟ احنا اصلا مولودين بنحب نمتلك العقار. عندنا اللي بيسافر بره، اول حاجه بيفكر يعملها من اللي بيحوشه انه يشتري عقار. حتى في الارياف الارض بالنسبه له زيها زي العرض بالظبط. احنا مواطن مصري سيكولوجيته بتحب امتلاك العقار. العقار ده سواء كان شقه او حته ارض. فما ينفعش يحصل في سوق زي السوق العقاري المصري حاجه اسمها ركود. ببساطه اللي حصل في 23 وفي 24 هو حدث استثنائي. هو ده اللي مخلّيك تحس النهارده إن في ركود في العقار. إيه الحدث الاستثنائي اللي حصل في 23 و24؟ دخول 2 من العُملا، نوعين من العُملا، عملوا طفرة مبيعات مرعبة، أرقام مبيعات مرعبة، كَم شِرا من المنتج العقاري مرعب، وده كان بسبب الأحوال الاقتصادية ووجود سوق سودا للدولار، فخلّت المغترب اللي كان بيقبض X بقوا X ونُص بسبب إن الدولار بيتباع في السوق السودا تقريبًا بأكتر من ضعف تمنه في البنوك، ودخّلت نوع وده كان الأخطر على السوق العقاري هو المضارب. المضارب ببساطة هو لا يملك سعر العقار اللي بيشتريه، هو يملك بس المقدم وقسطين، وبيبقى فاكر إنه بعد شوية هيعلى السعر وهيبيع ويكسب. فهو لو بيشتري even town house مثلًا، town house تمنه 20.000.000 جنيه، هو لا يملك غير ال2.000.000 جنيه المقدم اللي هو لو basic payment plan فهي 10%، ويملك ال2.000.000 ويملك قسطين كمان، اللي هو كمان 6 شهور، ويبدأ من بعد ما يبدأ يبيع من أول ما يحط المقدم، ويمكن من قبل ما يمضي العقد يعرض وحدته للبيع بover price، وطلعت ظاهرة اسمها الover price من بعد ما بيشتري. هو ده عمره ما كان موجود في العقار، ده ظهر بس في الفترة دي، في الحقبة الزمنية دي. فخلّت الناس تشوف كَم مبيعات كتير وناس بتشتري كتير، زي وغير طبعًا المغترب اللي قُلت لك عليه، اللي كان مثلًا لو في مقدرته إنه يشتري شقة، ففرق سعر الدولار خلّاه يعرف يشتري فيلا، أو لو عنده شقة بقى قادر يشتري شقة كمان. فالنوعين دول دخلوا في الثانيتين دول بصورة مرعبة أو بكثرة، خلّت أرقام كبيرة جدًا والشركات بتبيع بأرقام كبيرة جدًا. اللي حصل دلوقتي هو تصحيح، لا أكثر ولا أقل، تصحيح. رجع السوق لطبيعته، رجع العميل اللي موجود في السوق هو العميل الطبيعي اللي متعودين عليه طول عمرنا في السوق العقاري، اللي هو برضه حاجة من الاتنين ما لهمش تالت، يا باشتري عشان استخدام أي يعني احتياج، والعقار طول عمره احتياج على فكرة، العقار عمره ما كان عوايز، احتياج. بتلاقي ناس بتبيع عربيتها وبتبيع دهب مراتها عشان تشتري شقة، لإنه قاعد في إيجار مثلًا. وبتلاقي اللي بيحاول يupgrade من إنه ساكن في شقة أوضتين بس هو محتاج 3 أوض، فبرضه بيحارب وياخد قرض من البنك ويعمل حاجات كتير جدًا عشان يجيب شقة 3 أوض. الاحتياج هو اللي بيخلّي البني آدم يعمل كده، إنه يدوّر إزاي يجيب فلوس عشان يلبّي احتياجه. فالنوع ده هو الأغلبية، وفي نوع تاني اللي بيشتري استثمار طويل الأجل. طول عمرنا بنسمع عن الأب اللي بيشتري شقة لابنه، وتبُص على ابنه تلاقيه عنده 10 سنين. وبنسمع عن اللي بيشتري العقار عشان يأجره، عشان يزود دخله، عشان هو مثلًا طالع على المعاش، وعارف إن لمّا يطلع على المعاش لو هو بياخد X دلوقتي هيبقوا ربع X، فأنا دلوقتي معايا فلوس يبقى أنا أشتري حاجة أستلمها كمان سنتين 3 أكون خلاص طلعت على المعاش، الحاجة دي ت تكمّل لي دخلي اللي هينقص لمّا أطلع على المعاش. وفي اللي بيستثمر في العقار لإن هو فعلًا استثمار آمن، الشقة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتزيد ولا بتقل. بيحافظ للقيمة الشرائية للمال بصورة من أقوى ما يكون، plus إنه بيجيب فلوس، بيبقى عبارة عن money machine. أنت مجرد ما بتستلم العقار ده، شقة، محل، مكتب، whatever المنتج العقاري، بتقدر تخلّيه هو نفسه money machine يولد لك فلوس تأجّرها. حتى لو أنت ما بتعرفش تشغّل يعني عندك محل مثلًا مش عارف ما عندكش نشاط معيّن تشغّله، بتأجّره، مش بيجيب لك بصفة مستمرة وصفة دايمة.
فلوس كل شهر. لو الشقة ما نفس الكلام. إيه اللي ممكن أشتريه النهارده أحط فيه فلوس ويجيب لي فلوس، وهو نفسه ما عندوش نسب إهلاك، أو بلاش أقول ما عندوش، نسبة ضئيلة جدًا تكاد تكون معدومة. ما فيش غير العقار. ندوّر، تعالَ ندوّر، نقول دهب. الدهب حلو بيزيد سعره بس ما بيجيبش فلوس. الliquidity أو تسييل الدهب أسهل من العقار، بس by the end ما بيجيبش فلوس، هو بيتحط في خزنة وبيفضل محطوط كده ما بيعملش حاجة. لازم أبيعه عشان أكسب منه، والمكسب من الدهب برضه لازم على مدة طويلة، واللي بيحصل في الدهب دلوقتي برضه استثناء، زي اللي حصل في العقار السنتين اللي فاتوا، عشان اللي هيرد عليَّ يقول لي اشتري دهب. اللي بيحصل استثناء، وبرضه ده بيحصل عشان تقلبات سياسية واقتصادية، هتنتهي في يوم من الأيام، زي المشكلة الاقتصادية اللي مصر كانت فيها أمّا انتهت. لمّا انتهت العقار رجع لطبيعته، حتى التسعير رجع لطبيعته، والappreciation أو زيادة السعر في العقار رجعت لطبيعتها. يعني حقيقي في السنتين اللي فاتوا كان الواحد بيبقى العميل كلمني النهارده امبارح الصبح، يالّا يا محمد إحنا عايزين نشتري الشقة دي، أوكي يالّا هنتقابل بُكرة الساعة 12:00 في الdeveloper. متخيل إن أنا كنت باتصل أأكد على سعر مش وجود اليونت. وجود اليونت ده طبيعي، اتباعت والّا موجودة، موجودة، سعرها لسه زي ما هو والّا زاد. كنت بابقى حاسس إن ممكن المطوّر يزوّد السعر في ليلة وضحاها. ده عمره ما كان موجود. العقار طول عمره معروف إنه بيزيد 10% كل سنة، ده المعروف، ده المُتعارف عليه طول عمرنا. أنا باشتري شقة ب1.000.000 بتبقى ب1.100.000، بس أنا الفكرة أنا ما باحطش ال1.000.000، أنا باحطها بالقسط. دي حسبة تانية نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. فباختصار، ما فيش ركود، نتفرّج على أي launch، شوف فيديوهات العُملا اللي بتشتري، نشوف المبيعات اللي بتحصل. الأرقام قلّت بسبب التصحيح، لكن ما زال في بيع، لإن عمرنا ما هنبطّل نحتاج العقار. عمرنا ما هنبطّل نتجوّز ونحتاج نشتري شُقق. عمرنا ما هنبطّل نخلّف وعايزين نجيب شُقق لعيالنا. عمرنا ما هنبطّل نبقى عايزين حاجة نشيل فيها فلوسنا وتجيب لنا فلوس، أو تبقى زي ما قُلت money machine. عمرنا ما ده عمره ما هيتوقّف. plus إن مصر دلوقتي حقيقي وضعها الاقتصادي والأمني والاستقرار السياسي فعلًا حطّها على الخريطة، وبقت فعلًا مُصدِّر للعقار قوي جدًا، جدًا، بدليل الدول اللي بتيجي دلوقتي تستثمر في العقار. ال رجال الأعمال اللي بيسيبوا بلادهم وييجوا عندك يعملوا أكبر مشاريع وأضخم مشاريع وأحلى مشاريع هنا في مصر. معلش أنا آسف يعني، هو أنا بافهم أكتر من العبّار؟ أكيد لأ. طب العبّار ساب بلده اللي هي مستقرة جدًا، 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 جدًا في كل حاجة اقتصاديًا وسياسيًا وكل حاجة، وبييجي عندي هنا يعمل مدن ساحلية ومدن سكنية. أنا بافهم أكتر منه؟ أكيد هو عنده مستشارين واقتصاديين وس و و وناس قوية جدًا بتدرس السوق وبتدرس كل حاجة قبل ما تقول له يالّا اشتري، أو يالّا ننفّذ، صح؟ طب هو الراجل ده لمّا عمل ميفيدا جاردنز وراح عمل مراسي رَد وقبليهم، 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 كان بييجي عندنا مصر يعمل الحاجات دي. أكيد هو عنده حاجة بتخلّيه ياخد القرار إنه ييجي هنا مصر ويعمل، مع إنه عنده القدرة يروح أي دولة تانية بفلوسه، وأي دولة هترحّب بيه. ونقيس ده بقى على ناس كتير جدًا، ديار القطرية، فطيم، حقير، كل الناس دي، هم دول مش رجال أعمال قوية جدًا عندها القدرة المادية والقوة المالية اللي تروح أي دولة في العالم تستثمر؟ ليه استثماراتهم الأكبر في مصر، مش في بلادهم. فده إن دل على شيء يدل إن السوق العقاري المصري لو في ركود مش هنلاقي صادق نازلة بمشروع جديد، مش هنلاقي قبليها إعمار نازلة بمشروع جديد، مش هنلاقي بالم هيلز دلوقتي نازلة بمشروع جديد، مش هنلاقي كل يوم مشروع بيطرح جديد، لأن الناس اللي بتطرح المشاريع دي أو صحاب رؤوس الأموال رأس المال جبان. فهو لو مش عارف إنه هيكسب ومش عارف إنه هيبيع ومش عارف إن في طلب على العقار، ما هيحط فلوسه في حاجة تانية. قادر يعمل كده، أي رجل أعمال قادر يستثمر في أي حاجة تانية غير العقار. فلوس بتجيب فلوس، فمش فارقة يحط فلوس فين. معلش ياسين منصور هو عيلة منصور يعني ما بتشتغلش غير في العقار؟ ما عيلة متفرعة ومتشعبة بتشتغل في حاجات كتير جدًا من العربيات لعقار لكل حاجة، بس لمّا نيجي نبُص
نلاقي إن أكثر استثماراتهم في العقار. السلّام، هم أصلًا بتech وأولمبيك إلكتريك وإلكترونيات وطول عمرهم، وعيلة يعني ما كانش في بيت ما فيهوش أولمبيك إلكتريك. النهارده عبد الله سلام أو الجيل التالت من هذه العائلة بيستثمر في العقار، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر، واحدة من أكبر الdevelopers موجودة في مصر. هل الناس دي هتتجه وتاخد فلوسها في العقار وهُم شايفين إن هيبقى في ركود؟ لا أظن ذلك. أنا بس بافكّر بصوت عالي، بس لا أظن ذلك.